شنو هاي السوارة اللي كريستيانو رونالدو دائما لابسها؟ ومو بس كريستيانو، هواي مشاهير نعرفهم نلاقيهم دائما لابسين من هاي السوارة. شنو السر وراه؟ وليش غير من حياة كريستيانو 180 درجة؟ اليوم راح نعرف هذا الشيء. هلا واخيرا رجعنا للفيديوهات الطويله. اليوم راح نحكي عن هذا الجهاز، خفيف وصغير كلش، بس غير من حياته هواي مشاهير. الجهاز اسمه ووب، وهو سوارة تنحط بالايد، يعني مكان الساعه. بس قبل ما ندخل بالتفاصيل، اذا نرجع بالماضي شويه راح نكتشف انه هذا الجهاز كان موجود بالثمانينات، كان يقيس ضغط الدم ونبضات القلب. بس مشكلته الوحيده انه كان حجمه كبير، عبالك ساعه مال حائط، ودقه المعلومات اللي ينطيها كانت تعبانه، يعني مو هلقت. بس مع مرور الوقت طلعت هواي شركات وطورت من هاي الفكره، بحيث سووا ساعات ذكيه كلش وتنطي معلومات صحيه دقيقه. بس هم كان بيها مشكله، المشكله بالشاشه. يعني انت كلاعب كره قدم ما تقدر تلبس الساعه الرياضيه وتلعب بيها كره قدم، لان ممكن تكون حجمها ووزنها كبير، او حتى ممكن تخاف لا تنكسر الشاشه. هنا اجت شركه ووب وحلت كل هاي المشاكل. سواره صغيره وخفيفه وبدون اي مشاكل ولا شاشه، يركز بس على تفاصيل جسمك الصحيه. وهاي الشركه سووها بدون شاشه حتى ما يشتت انتباهك، لا يجيك اشعار منها ولا اتصال منها نفس ساعه ابل، لا، كل اللي بيه تفاصيل صحيه عن جسمك وتقدر تشوفها من خلال تطبيق على موبايلك. والجهاز يقيس دقات قلبك والتنفس مالتك وروتين نومك والتعب والتعافي. وكل ما تقعد من النوم راح تشوف تقرير كامل عن نومك ويومك من خلال برنامجهم على الموبايل. بس بمشكلتين، الاولى سعرها غالي شويه، والثانيه من تشتري هم لازم تشترك ببرنامجهم حتى تاخذ كل المميزات. بس بشكل عام يستاهل الموضوع، يعني ينطيك تفاصيل دقيقه تستفاد منها. وطلعت دراسات تقول انه مستخدمين السواره مال ووب ينامون اكثر بساعتين بالاسبوع، ويتمرنون بشكل احسن، ويحسنون من صحه قلبهم بنسبة 10%. فاريدك انت تكتب لي بالتعليقات اذا انت كنت مجرب هاي السوارة مال ووب، شنو رايك بيها؟ لان انا بصراحة ما مجربها، عندي بس هاي الساعة. فاذا انت مجربها هل فعلا هي مفيدة لو لا؟ اكتب لي تجربتك وياها بالتعليقات. وهم اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة حتى نوصل 100,000، يعني باقي لنا بس 5000، وسوي لايك. سلام.